انا يومها مسكت الورقه، بقيت ابص للورقه وابص للناس واللي هو لا ثانيه يا جماعه، انا مش فاكره اللي في الورقه ولا فاكره انا كتبت ايه ومش عارفه اتصرف ازاي. لو انت فاكر ان فيديوهات اليوتيوب هي الاساسي في انك تعرف تتكلم قصاد الناس باريحيه فانت غلطان. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا مريم دسوقي، اللي ما يعرفنيش اهم حاجه الاشتراك واللايك، ويلا بينا نبدا. من 4 سنين وقبل ما ادخل الاعلام انا كنت شخص هادي جدا فوق ما انتوا تتخيلوا. يعني انا لو قاعده كده ما بين 3 4 وفي ناس فيهم ما اعرفهمش، انا مستحيل اتكلم باريحيه واجمع كلام بشكل سريع كده واتكلم، فما بالك ان انا محتاجه اقف قدام 50 شخص فيما فوق وهتكلم. دخلت اعلام بقى، والمفروض احنا هنتكلم بكل طلاقه من غير توتر ومن غير قلق، واللي هو امور سعادتك انا ما بعرفش اتكلم من 3 4. بقول لك اول مره طلب مني اساينمنت في الكليه، كنت رايحه فرحانه جدا بقى وكاتبه الورقه وكاتبه اكتر من ورقه مش ورقه كمان، ولا بقى انا عامله وهروح اسلم بقى من اوائل الناس اللي هتسلم. في وسط المحاضره واحنا قاعدين الدكتور تمسك المايك، مريم دسوقي تطلع تشرح البحث بتاعها. هو ايه ده يا غالي؟ انا طلعت لا شايفه الورقه ولا عارفه انا كتبت ايه ولا فاكره انا عملت ايه ومش عارفه ايه اللي جابني هنا. ايوه يعني المواقف دي اللي غيرتك بس يا مريومه؟ اكيد لا. نتكلم بجد، نتكلم بجد. انا كمريم كنت دايما حاصره تفكيري ودماغي ان انا كل ما هتكلم كل ما هقول حاجه اللي بيسمعني هيتريق عليا، دايما قلقانه انه ياخد فكره عني ان هو انا ما بعرفش اتكلم، ما بتعرفش تشرح يبقى مش فاهمني، فخلاص انا بقيت محاصره بتفكير سلبي، فما بقيتش خلاص اعرف ان انا اقف قدام حد واتكلم. بس انا خلاص قررت ان انا هتغير وهقف قدام الناس وهتكلم من غير اي توتر. هنعمل ده ازاي يا مريومه؟ عايزاك تركز معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي. اول حاجه ما تضيعش وقتك في تفكير في ان الناس هتشوفك ازاي لما تطلع تتكلم. يعني وانت بتجهز انك خلاص طالع تتكلم، خلي تفكيرك دايما في انت هتطلع تقول ايه الهدف اللي انت عاوز توصله للناس. ما تقعدش تفكر هو انا لما هتكلم هم هيشوفوني ازاي، هياخدوا عني انطباع ايه، هيفهموني ولا لا. تاني حاجه جهز نفسك ودرب نفسك كتير جدا 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 قبل ما تطلع تتكلم. اقف بقى اشرح نفسك قدام المرايه، اقف اتكلم قصاد حد ما بتتوترش وما بتقلقش منه، وشوف كده ايه نقاط ضعفك وايه نقاط قوتك وانت بتتكلم. تالت حاجه مهمه وهتكتشفها وانت بتدرب نفسك هو تلوين الصوت. بتعرف تلون صوتك ولا لا؟ اوقات كتير بنبقى واقفين بنشرح قدام عدد كبير وبتتكلم عن موقف محزن جدا، بس بتلاقي ابتسامتك ونبرة صوتك طالعه بكل اريحيه وانبساط، يعني كأن الشخص اللي حصل له الموقف المحزن ده انت فرحان فيه. يعني كده تالت حاجه معاك مهمه انك تتدرب على تلوين صوتك، تبقى عارف هتقول كل كلمه بنبرة صوت ازاي. رابع حاجه، انت هتحط سكريبت عشان تتكلم ولا هتكتب عناوين وبس؟ انا كمريم بشوف ناس كتير اوقات كتير بيروحوا كاتبين ورقه كده فيها كل كلمه هيقولوها وبيحفظوها صم عشان لما يطلعوا ما ينسوش حاجه. انا كمريم برضو ما بفضلش النوع ده من السكريبتات. انا دايما بفضل ان انت تبقى فاهم انت هتقول ايه. طب انت هتعمل ده ازاي؟ بفكره بقى انك تبقى حاطط عناوين رئيسيه في ورقه، تبقى عارف انك هتتكلم في المواضيع اللي تحت العناوين اللي انت حاططها دي. طب هتتكلم فيها ازاي؟ بناء على تجهيزك ليها، تبقى فاهم المواضيع اللي انت هتتكلم فيها كويس جدا. لكن فكرة انك تحفظ كل حاجة ده ممكن يخليك لما تحفظها وتنساها على الستيج تتوتر جدا وما تبقاش عارف هتقول ايه. خامس حاجة معانا وهي انك ما تربطش عينيك بشخص واحد قصادك. اوقات كتير وانت واقف على الستيج بتتكلم تبقى مركز عينيك كده مع شخص واحد، الشخص ده لو جواه طاقه سلبيه او بيفكر في حاجه ملهاش علاقه بيك، انت الطاقه دي هتتنقل لك وهتوترك جدا. فما تركزش عينيك مع شخص واحد، خلي دايما حركه عينيك واسعه، انت بتبص لكل القاعه بسرعه وطلاقه عشان انت كشخص ما تتوترش وانت بتتكلم. سادس حاجه، ما تخليش تركيزك مع الناس وتفكيرك في ان هم هيفهموك ولا لا، شايفينك ازاي واخدوا عنك انطباع ازاي. خلي تفكيرك مع نفسك. اخيرا وليس اخرا، درب نفسك دايما وشوف نفسك بتتكلم ازاي. هل انت دايما كشخص بتتكلم بأريحية لدرجة الملل، ولا بتتكلم بسرعة لدرجة انك بتنهج وتتوتر؟ خلي دايما سرعتك في الكلام متوسطة عشان ما تتلخبطش او تمل وتخلي الناس تمل. اخر حاجة واهم حاجة، عايزاك دايما تبقى عارف انك كشخص مهما كنت بتتوتر، مهما كنت هادي، مهما كان فيك وفيك وفيك، فانت قادر بانك تشتغل على نفسك كويس جدا وتتكلم قصاد الناس احسن من اي شخص عنده طلاقة. كل حاجة تقدر تعملها طالما قررت انك تعملها. واشوفكم في موضوع جديد.